بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بيكم بريب 1. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض مذكرة المتميز في مادة الاي سي تي. إن شاء الله هحاول على قد ما أقدر إن أنا أشرح لكم السؤال بإجاباته، نشوف كل الإجابات بتاعته ونركز إن شاء الله، والموضوع هيبقى سهل جدا وبسيط. ونبدأ ونقول بسم الله. وأول سؤال عندي choose the correct answer. Number 1, the NOAT software is responsible for managing the hardware components and running all other software. طب نشوف السؤال الأول. يعني إيه software؟ كلمة software يعني برنامج. قال لي is responsible يعني مسؤول عن إدارة مكونات الأجهزة. تمام. وكمان بيعمل لي ايه؟ وكمان مسؤول ان هو يشغل لي جميع البرامج. طيب هو قال لي ايه اللي مسؤول عن ادارة البرامج وتشغيل البرامج؟ على طول هتكلم على operating systems. طب يعني ايه operating systems؟ يعني انظمة التشغيل. يعني ايه برضو؟ يعني عندي الكمبيوتر لو انا مش منزله عليه ويندوز، هل الكمبيوتر هتشتغل؟ استحالة. الموبايل بتاعي لو انا مش مشغله عليه، مش منزله عليه اوبريتنج سيستم زي مثلا الاندرويد، هل هيشتغل؟ برضو استحاله. فنحاول ان احنا طالما قال لي سوفت وير يبقى على طول اوبريتنج سيستمز. نمبر 2, to express your opinion in an organized manner during a Google meeting you can click on not. حلو قوي السؤال. قالك إن عشان تعبر عن رأيك، كلمة opinion يعني رأيك، عشان تعبر عن رأيك بطريقة منظمة أثناء الجوجل ميت. أنت في اجتماع جوجل ميت ده ممكن من خلاله إن أنت مثلا تاخد درس أونلاين. خلاص. قالك أنت ممكن تضغط على إيه؟ قالك هتضغط على هاند ايكون. يعني إيه؟ أنت مثلا بتاخد درس أونلاين على جوجل ميت ومحتاج إن أنت تقول للمدرس بتاعك حاجة، فطبعا منعا للتهريج وان الميتنج يكون منظم يبقى organized، لازم ترفع ايدك، فهتعمل hand icon. Number 3, one of the disadvantages of using email is not. طيب يعني ايه disadvantage؟ يعني احد عيوب استخدام البريد الالكتروني. طبعا أول حاجة هتخطر على بالي إن ممكن حد يخترق الإيميل بتاعي، يعمل له هاكينج، اختراق. فدي من ضمن العيوب وأنا بستخدم الإيميل البريد الإلكتروني. Number 4, to help organize seasons, talk and intervenes in an organized and smooth manner. طيب إيه السؤال يا ميس الغريب ده؟ قالك علشان أنا عايزة مساعدة في تنظيم الجلسات والتحدث والتدخل بطريقة منظمة وتكون كمان سلسة. أنا دلوقتي في ميتنج وعايزة أعمل يعني زي مداخلة كده. طب هعمل إيه؟ هعمل listen to speaker. طب يعني إيه listen to speaker؟ يعني أستمع للمتحدث. يعني المدرس بتاعي قاعد بيشرح، لازم اقعد اسمع له كويس علشان اقدر ان انا في الاخر احصل على ايه؟ احصل على ميتنج منظم، وكمان اطلع بيه من بحاجات منظمة وكمان ايه؟ سهلة. Number 5, most modern cars and vehicles have operating systems to control various functions such as. طيب قال لي ايه هي المودرن كارز؟ العربيات الحديثة. قال لي بتحتوي على هي وكمان والفيكلز والمركبات اللي هي يعني زي اي حاجة بنركبها زي المواصلات يعني. تمام. قال لي بتحتوي على أنظمة تشغيل بتتحكم في وظائف العربيات والمركبات دي. بس زي ايه؟ قال لي طبعا information navigation system. طيب هو انا مش لما بركب عربية انا محتاج ان انا
يبقى عندي مثلا فيها GPS، صح؟ ليه؟ علشان يعرفني الأماكن اللي أنا عايزها. طيب لما تكون العربية حديثة، خلاص، لازم يبقى فيها إيه؟ لازم يبقى فيها حاجة اسمها Information and Navigation Systems، أنظمة معلومات وإيه؟ ونافيجيشن يعني إيه؟ نافيجيشن يعني زي تتبع. أوكي؟ Number 6. To get one of the Gmail service you must create. طب حلو قوي السؤال، ونشوف السؤال بالراحة بيقول إيه. علشان أحصل على أحد خدمات الجيميل لازم أعمل إيه؟ أكيد لازم يبقى عندي جوجل أكاونت، والكلام ده احنا شارحينه في العملي. لازم يبقى عندي حساب على جوجل عشان أقدر إن أنا إيه؟ أحصل على أي خدمة عن طريق الجيميل. ونشوف number 7. During a Google meeting and to organize the meeting when speaking you must not. برضو هو قال لي لو أنا جوه اجتماع على جوجل ميت، واتفقنا إن جوجل ميت ده برنامج من خلاله أنا بعمل إيه؟ ميتنج. قال لي علشان أنظم الاجتماع، علشان أنا بقى عايزة أتكلم، لازم أعمل إيه؟ لسه قايلينها فوق، raise your hand، لازم أرفع إيدي. خلاص؟ يبقى نربط الكلام ببعضه علشان إن أنا ما يبقاش فيه تهريج في الميتنج بتاعي. على الأقل زي الفصل بالظبط، لما أعوز حاجة من المدرس برفع إيه؟ برفع إيدي. يعني إيه برفع إيدي؟ raise your hand. ونشوف مع بعض number 9 بيقول لي إيه؟ Removing a program means that you are not the computer. طب واحدة واحدة. قال لي لو أنا شلت برنامج من على الكمبيوتر، طب ده معناه إيه؟ معناه قال لي removing يعني معناها إيه؟ deleting all program files from. صح؟ كلمة remove هي كلمة delete. نخلي بالنا، وقلت لكم نربط الكلام ببعضه. كلمة remove هي كلمة إيه؟ كلمة delete. قال لي أنا هحذف كل الملفات والبرامج اللي موجودة على الكمبيوتر. Number 10. Note is an electronic device through which the customer can pay for the products he has purchased. يعني إيه؟ قال لي هو أحد الأجهزة الإلكترونية. طب بيستطيع من خلاله الكاستمر ده العميل إن هو يدفع ثمن المنتجات اللي اشتراها. طيب أكيد هحتاج إيه؟ هحتاج POS terminals. يعني إيه POS terminals؟ يعني معناها إن أنا عايز يعني في كده محطات اسمها محطات نقاط البيع. محطات نقاط البيع فيها نقاط. خلاص؟ فدي تعتبر الكترونيك ديفايس. محدش يقول لي ATM، لا مش ال ATM. بعد كده number 11. When you finish showing your screen during the meeting you must click. ايه حلو قوي السؤال ده. احنا خلصنا خلاص الاجتماع بتاعنا. طب عند الانتهاء من عرض شاشتك اثناء الاجتماع انت المفروض تدوس على ايه؟ طبعا هتدوس stop sharing the presentation. خلاص انت هتوقف مشاركة الايه؟ مشاركة العرض. خلاص انا خلصت. Number 12. ايميل is نقط. طب يعني ايه ايميل يا ميس؟ احنا اتفقنا كلمة الايميل اللي هو البريد الالكتروني عبارة عن ايه؟ طبعا انا عندي حاجة اسمها communication. بصوا التلاتة مكتوب فيهم، 3 الاختيارات عندي مكتوب فيهم ايه؟ communication. طب الايميل عبارة عن ايه؟ الايميل عبارة عن digital communication
system. طب يعني ايه ديجيتال؟ يعني عبر الانترنت وانا مغمض. ليه؟ انا استحالة ابعت ايميل لحد من غير ما يكون عندي انترنت. طب يعني ايه مانيوال؟ الاولانية دي يعني يدوي، نظام اتصال يدوي. طبعا لا. طب direct communication system يعني مباشر، ان انا بدي لحد رسالة مباشرة. اكيد طبعا لا. Number 13. The service of sharing electronic resources via computing is known as نقط. طب حلو قوي السؤال ده. قال لك علشان في خدمة اسمها مشاركة يعني المصادر الإلكترونية عبر الكمبيوتنج. يعني ايه كمبيوتنج؟ اتفقنا حاجة اسمها الحوسبة. طيب الخدمة دي بعرفها باسم ايه؟ طيب هعرفها باسم sharing exchanging files with others over the internet. طب كلمة sharing يعني ايه؟ مشاركة. exchanging يعني تبادل الملفات with others over the internet. أنا بشير أو بشارك وبتبادل الملفات مع الآخرين بس عبر الإيه؟ عبر الإنترنت. ونشوف question number 14. You have been invited to a Google meeting. To join the meeting you must click on نقط. حلوة قوي. واحدة واحدة. أنا دلوقتي عايز في حد بعت لي دعوة علشان أدخل اجتماع جوجل ميت. علشان أنضم للاجتماع ده لازم أدوس على إيه؟ طيب تعالوا نشوفوا الاختيارات. قال لي meeting address عنوان المقابلة. أكيد لأ. أكيد هدوس على meeting link. اللينك ده لينك يعني مثلا المسؤول عن الميتنج وليكن المدرس بيبعت اللينك للجروب اللي عليه كل الطلاب. لو ما دخلوش على اللينك ده او ما داسوش على اللينك ده مش هيقدروا يخشوا مش هيقدروا يخشوا الميتنج. ونشوف نمبر 15. one of the advantages of using email. خلي بالك هو هنا طالب مني واحد من مميزات استخدام الايميل. السؤال اللي جالنا في الصفحة اللي فاتت disadvantage عيوب، فنفرق ما بين كلمة يعني مميزات، دي عيوب، advantage مميزات، disadvantage يعني ايه؟ عيوب. طب ايه احد مميزات استخدام البريد الالكتروني؟ طبعا speed in sending and receiving messages very quickly. إن سرعة إرسال واستقبال الرسائل بسرعة جدا. ونشوف مع بعض question number 16. نقط devices or network equipment that require an operating system to operate. قال لي إيه الأجهزة اللي بتتطلب مني يبقى عندي نتورك علشان أوصلها بأنظمة التشغيل المختلفة. طبعا لازم أقول له الراوتر. طالما قال لي نتورك شبكة يبقى على طول بختار الراوتر من وأنا مغمض. Number 17. The Google Meet application is considered one of the ways of نقط communication. قال لي أنا عندي تطبيق اسمه جوجل ميت وقعدنا نتكلم عليه في الحلقات اللي فاتت كتير. قال لي يعتبر من أحد الطرق لإيه في التواصل؟ طبعا دايركت، تواصل مباشر. أنا يا دوب أنا كمنظمة الميتنج ببعت اللينك لبقية الولاد اللي عندي. بمجرد ما بيخشوا على اللينك اللي بيحصل الاجتماع بيبتدي وببدأ أن أنا أشرح لهم الدرس. Number 18. Services for storing, sharing and accessing files at any time and from anywhere are called. طبعا أنا هختار على طول computing storage. طب ده قال لي services for storing يعني إيه؟ خدمات المخصصة لتخزين الملفات وكمان مشاركتها
والوصول ليها في أي وقت ومن أي مكان. طب شايفين كلمة ستور؟ شايفين كلمة ستور؟ يعني إيه ستور؟ تخزين. طيب computing storage يعني إيه؟ تخزين الحوسبة. أنا بعمل storage من خلال الكلاود كومبيوتنج، الحوسبة السحابية. ونشوف number 19 from email service providers is نقط. طب معناه ايه السؤال؟ قال لي من ضمن الحاجات اللي بتزود لي خدمة البريد الإلكتروني، بتزودني مش يعني تديني خدمة البريد الإلكتروني. طب قايل لي إيميل، يبقى على طول هختار جيميل اللي هو إيه؟ بريد جوجل. number 20 we use cloud spreadsheets such as نقط. طب الإجابة في السؤال قال لي لو أنا عايز أستخدم جداول البيانات السحابية هستخدم إيه؟ وقال لي شيتس. الإجابة في السؤال هستخدم طبعا جوجل شيتس. number 21 to log out of your Gmail account click on the نقط icon. انت عايز تسجل الخروج من الحساب اللي عملته على جيميل طبعا بتاعك، هتدوس فوق ايه؟ ده قالك log out، يبقى طبعا هتدوس على sign out. بصوا والله لو ركزنا في الأسئلة هنعرف نحل بكل سهولة. number 22 through نقط you can make calls, group video, share screens and chat. حلو قوي السؤال ده، انا لسه قايله فوق من خلال ايه انا ممكن اعمل مكالمات وكمان اعمل جروب مجموعه لمكالمات الفيديو وكمان اعمل سكرين شير سكرين مشاركه الشاشه وكمان شات يعني دردشه. طبعا كل ده من خلال الجوجل ميت. ونشوف question number 23 when you are invited to a meeting through a link you must نقط. انت في حد بعت لك دعوة علشان تدخل اجتماع وبعت لك لينك، المفروض تعمل ايه؟ طبعا ما تديش اللينك ده لحد، فقال لك not send the meeting link to others. انت ما تبعتش اللينك ده لايه؟ لحد تاني. طب نشوف بقية الاختيارات بس بالمرة كده. قال لي speak without permission تتحدث من غير إذن، طبعا ملوش علاقة. leave the meeting إن أنت تغادر الاجتماع، طبعا برضو غلط. ونشوف number 24 operating systems like Android TV, Tizen, WebOS, etc. كلمة etc دي يعني إلخ يعني حاجات وما شابه ذلك يعني are used with نقط devices. طيب قال لي أنا عندي أنظمة تشغيل زي اللي هي أندرويد تي في وتيزن وويب او اس من الأجهزة اللي بقول عليها إيه؟ اللي بقول عليها سمارت تي في. الإيه؟ الأجهزة التلفاز يعني التلفاز الذكية. حتى انت لما بتروح تشتري تلفزيون فتسأله هو التلفزيون ده سمارت ولا لأ؟ فطبعا كل اللي أنا قلته ده بقول عليه سمارت تي في. number 25 the computer storage service is طيب برضو نشوف السؤال ده. خدمة تخزين الكمبيوتر هي عبارة عن ايه؟ ده قال لي storage، يبقى بتكلم على storing files and folders over the internet. ان انا بعمل تخزين للملفات والمجلدات عبر الانترنت. وخلي بالنا قلت storage وكلمة storing هي كلمة storage. اتفقنا؟ ونشوف number 26 we use cloud collaboration tools such as طب احنا بنستخدم حاجة اسمها أدوات التعاون الكلاود. يعني ايه كلاود؟ سحابية. زي ايه؟ طبعا قال لي كلاود collaboration tools، يبقى على طول بتكلم على جوجل كلاس روم. اللي هي ايه جوجل كلاس روم؟
اللي هي من خلالها أنا بعمل زي فصل كده بس عن طريق إيه؟ بس عن طريق جوجل. ونشوف مع بعض question number 27. The software and application service over the internet is known as. طيب قال لي البرمجيات أو البرامج والتطبيقات اللي موجودة عبر الإنترنت بسميها إيه؟ بسميها أو بتعرف بإيه؟ enabling the use of software and applications over the internet. يعني إيه؟ هي من خلالها بتمكنني إن أنا أستخدم البرمجيات وكمان الابليكيشنز التطبيقات عبر الإيه؟ عبر الإنترنت. وخلي بالك أنا قلت لك إن الإجابة ممكن تجيبها من السؤال. هنا جايب لي كلمة إيه؟ جايب لي كلمة سوفت وير وجايب لي كلمة ابليكيشن. الاختيار الوحيد اللي فيه سوفت وير وابليكيشن هو الاختيار نمبر إيه أو لتر إيه. ونشوف question number 28. To create a meeting next week through Google Meet you choose إيه. قال لك أنا عايز بقى أعمل اجتماع بس الأسبوع الجاي على جوجل ميت. احنا اتفقنا جوجل ميت ده تطبيق من خلاله أنا بعمل ميتنج اجتماع. هختار إيه؟ ما هو قال لي لسه الأسبوع الجاي يبقى هختار meeting for a later time. يعني إيه؟ اجتماع في وقت لاحق وبحدد من خلاله يوم الاجتماع اللي أنا عايز إيه؟ عايز أدخله. نشوف number 29. We use cloud word processing programs such as. قال لي إحنا بنستخدم برنامج معالجة النصوص اللي هو الوورد بس اللي هو موجود فين؟ على الكلاود كومبيوتنج. زي إيه؟ قال لي طبعاً ومن وأنا مغمض هستخدم حاجة اسمها جوجل دوكس. يعني إيه؟ كلمة جوجل دوكس يعني محرر مستندات جوجل. من خلاله أنا بعمل إيه؟ أنا بعمل processing programs. Number 30. Servers use operating system like. طيب نشوف السؤال برضو واحدة واحدة. قال لي إيه هما السيرفرز؟ اللي هي الخوادم بتستخدم operating systems أنظمة تشغيل زي إيه؟ طيب هو قال لي إيه؟ أول ما أشوف كلمة servers يبقى أنا على طول بتكلم على اللينوكس. اللينوكس ده حاجة عاملة بالظبط زي الأوبريتنج سيستم اللي احنا كلنا عارفينه الويندوز. ونشوف مع بعض question number 31. Communication is one of the areas of using cloud computing in daily life and is done through. قال لي الاتصال بيعتبر من أحد مجالات استخدام الحوسبة السحابية فين؟ في حياتنا اليومية. طب بيتم ذلك عن طريق ايه؟ الكوميونيكيشن ده هو بيكلمني طبعا على الكوميونيكيشن الاتصال ده بيتم عن طريق ايه؟ طبعا بيتم عن طريق الايميل. طالما قال لي كوميونيكيشن يبقى على طول ايميل. انا هعمل تواصل مع حد ازاي؟ طب كمبيوتر ستورج يعني اللي هو وحدة تخزين الكمبيوتر ملهاش علاقة. الجوجل شيتس اللي هي جداول بيانات جوجل ملهاش علاقة برضو بالكوميونيكيشن. كوميونيكيشن اتصال هعمله عن طريق ايه؟ عن طريق الايميل. Number 32. The most famous cloud computing service providers are. قال لي من أشهر مقدمي خدمات الحوسبة السحابية. طبعا وأنا مغمض هو قال لي إيه؟ هو قال لي كلاود كومبيوتنج يبقى هختار على طول جوجل كلاود بلاتفورم. يعني إيه؟ منصة جوجل السحابية. شايفين؟ أدي كلاود وأدي هنا كلاود. عشان كده بنقول نحاول نربط الإجابة بالسؤال. ونشوف number 33.
electronic payment applications can be used within the app. طب نشوف السؤال ده. أنا ممكن أستخدم تطبيقات الدفع الإلكتروني داخل أنه تطبيق؟ طب قال لي payment، على طول هختار انستا باي، وكلنا عارفين الانستا باي ده تطبيق أنا ممكن أعمل من خلاله، عايزة أحول فلوس لحد، حد عايز يبعت لي فلوس من عليه، فمن خلاله أنا بعمل حاجة اسمها electronic payment applications. يعني إيه؟ تطبيقات الدفع الإلكتروني. أول ما أشوف كلمة payment يبقى أنا بتكلم على الانستا باي. ونشوف نمبر 34. جوجل ميت is not. جوجل ميت اللي احنا عمالين نتكلم عليه من الصبح ده بيعتبر ايه؟ انا قلت لك ان جوجل ميت ده هو عبارة عن ابلكيشن بيخليني اعمل مثلا مؤتمرات فيديو. طيب يبقى ايه؟ هقول له فيديو conferencing service. يعني ايه؟ خدمات مؤتمرات الفيديو. طب هو قال لي هنا في الاختيارين التانيين قال لي ايه؟ قال لي audio only service، يعني خدمة صوتية بس، اقول له لا. voice only service، ما هي الفويس هي الاوديو، الاتنين طبعا ايه؟ الاتنين غلط. Number 35. Cloud computing is known as a model for providing نقط. قال لي الحوسبة السحابية معروف عنها إن هي نموذج لتوفير إيه؟ بتوفر لي إيه؟ بتوفر لي digital services over the internet. طب يعني إيه؟ يعني إيه digital service؟ خدمات رقمية بس عبر الإنترنت. يعني إيه خدمات رقمية؟ يعني حاجة مترقمة؟ أقول لك لأ، أي حاجة على الإنترنت أنا بقول عليها digital. ونشوف number 36. One of the most important uses of email is. قال لي واحد من أهم استخدامات البريد الإلكتروني وأنا مغمض to share information. أنا من خلال الإيميل أنا ممكن أعمل مشاركة للمعلومات. نشوف number 37. To access the Google Meet service you must have. علشان أدخل لخدمة جوجل ميت لازم يكون عندي إيه؟ أكيد لازم يكون عندي على طول جوجل أكاونت. ما ينفعش يبقى أخش على جوجل ميت من غير ما يكون عندي حساب على إيه؟ حساب على جوجل. يعني إيه حساب؟ يعني إيميل. Number 38. When you download software from the internet, the software is in the form of a أو n نقط which is used to install the software. واحدة واحدة ونشوف السؤال. لو أنا عايز أنزل برنامج من على الإنترنت، البرنامج ده في شكل the software is in the form هيبقى في شكل إيه؟ which is used to install the software هيكون على شكل إيه؟ علشان أقدر أستخدمه في إن أنا أعمل إيه؟ install the software، أثبت برامج. طبعا هيكون على شكل فايل، أكيد هيبقى شكل فايل ملف. شوف number 39. One of Google Meet features is not. حلو قوي السؤال ده. طب كلمة features دي زي بالظبط advantage، يعني مميزات. واحد من مميزات الجوجل ميت. طيب ايه؟ احنا لسه قايلينها. اول حاجة قال لي عندي sharing screens، ان انا اعمل مشاركة لايه؟ للشاشة. طيب دي صح، دي من المميزات ولا لا؟ طبعا من المميزات. قبل ما اكمل، طيب تعالوا نشوف بقية الاختيارات. قال لي talking at any time، ان انا ممكن اتحدث في اي وقت، يعني مش من المميزات، عادي انا ممكن اتكلم في اي وقت عادي من غير جوجل ميت اساسا. indirect communication، بالعكس ده الجوجل ميت انا بقول عليه direct communication، اتصال ايه؟
اتصال مباشر. ونشوف نمبر 40 بيقول لي ايه. through email you can نقط، من خلال الايميل انا ممكن اعمل ايه؟ ده انا لسه هعمل ديليت للفايلز، هشيل ملفات، همسح ملفات؟ طبعا لا. برنت فايلز لا، ده اللي مسؤول عنها مين؟ البرنتر، ملهوش دعوه بالايميل. طب يبقى هختار نمبر 3 اللي هي سي يعني. تمام. وخد بالك انت لو في سؤال واقف معاك وتقعد بقى تفكر فيه وتجيبه يمين وتجيبه شمال، انت ممكن تستخدم الاي كيو وتستبعد اجابتين والاجابه الثالثه هي اللي هتبقى صح. طبعا ده ما يمنعش ان انت لازم تذاكر كويس جدا علشان تقدر تحل بكل سهوله، وما تخليش اي سؤال يوقفك. من هدفي من اللي انا بقوله لك ده ان ما تخليش سؤال يوقفك تقول ايه ده، لا ده السؤال ده صعب وانا مش هحله. مفيش حاجه اسمها كده. فكر، استبعد اجابتين، استنتج الاجابه من السؤال، اعمل اي حاجه بس لازم تحل الاسئله. Number 41 to invite others to Google meeting you must send them ايه؟ لسه قايلين انا عايز ابعت دعوه للآخرين عشان يجتمعوا معايا على برنامج جوجل ميت. طب لازم أعمل لهم إيه؟ لازم أبعت لهم إيه؟ you must send إيه؟ send. لازم أبعت لهم إيه؟ لازم أبعت لهم إيه؟ meeting link. يعني إيه meeting link؟ اللينك اللي هيخشوا عليه علشان نقدر إن إحنا نعمل إيه؟ نعمل الاجتماع. طب كلمة link يعني بالعربي يعني رابط، بس محدش يقول لي يعني إيه link؟ link يعني رابط. Number 42 email is considered نقط، لسه قايلينها من شوية. البريد الإلكتروني بيعتبر إيه؟ قال لي one of the indirect communication tools، دي أحد طرق التواصل الغير مباشر، ولا one of the direct communication tools، ولا أحد الاتصال المباشر، ولا text file؟ طبعا هستبعد text file. يعني إيه text file؟ ملف نصي. يبقى أصبح عندي one of the indirect communication tools و one of the direct communication tools. طب إيه الفرق ما بينهم؟ ده أنا بقول عليه اتصال غير مباشر وده بقول عليه اتصال مباشر. طبعا على طول هجاوب one of the indirect communication tools. طب ليه؟ لأن أنا ببعت إيميل لشخص ما. هل انت عارف ان الشخص التاني ده قاعد على البريد الالكتروني او على الايميل مستني الايميل بتاعك تبعته له؟ لا، هو وقت ما يفتح الايميل بتاعه هيلاقي اللي انت بعته له. طب مين اللي كنت بقول عليه دايركت؟ فاكرين الجوجل ميت اللي كنت بقول عليه دايركت كوميونيكيشن تولز اللي هو الجوجل ميت. ونشوف مع بعض 43 when using the Egypt digital portal it's considered as one of the نقط. قال لي لما باجي استخدم بوابة مصر الرقمية يعتبر ده ايه؟ ده لسه بقول بيعتبر digital transformation tools. يعني ايه digital transformation tools؟ واحدة واحدة كده وما نتخضش من السؤال. ده بعتبره احد ادوات التحول الرقمي. طيب هو احنا كلنا تقريبا السنه دي دخلنا على ايجيبت ديجيتال بورتال اللي هي منصه مصر الرقميه عشان نقدر نطلع التقييمات. حصل؟ فده انا على طول بعتبره حاجه اسمها ديجيتال ترانسفورميشن تولز، ادوات التحول الرقمي، ان من خلاله انا بدخل على كذا حاجه وبطلع الحاجه اللي انا محتاجها، زي التقييمات كده اللي هو بيدخلني مثلا التقييم الاول، التقييم الثاني، التقييم الاسبوعي، كل اللي احنا شفناه على المنصه دي. ونشوف مع بعض 44 to express your opinion in an organized manner during a Google meeting you can. طب حلو قوي. علشان اعبر عن رأيي بطريقه منظمه اثناء الاجتماع انا لازم اعمل ايه؟ قال you can speak at any time. انا اتكلم في اي وقت؟ طبعا غلط. send a message، ابعت رسالة. ممكن ان انا علشان ما اعطلش باقي اللي معايا موجودين معايا في الميتنج ممكن ابعت مسج من خلالها المستر مثلا اللي هو مدخلني الميتنج ده يقرا المسج،
حب يرد عليا، حب في وقتها، ما حبش في وقت تاني هيقراها وهيرد عليا. طيب الاختيار التالت كان معايا stop sharing the presentation، ملهوش علاقة. هو هنا بيقول لي ان انا اوقف مشاركة العرض التقديمي، طبعا مش مظبوط. ونشوف 47 معايا بيقول لي ايه. قال لي removing unused programs leads to لما اجي امسح البرامج اللي انا مش بستخدمها. طيب ده معناه ايه؟ ده بيدل على ايه؟ او ده بيؤدي لايه؟ leads to يعني بيؤدي لايه؟ تفتكروا بيؤدي لايه؟ slowing down the computer، ده بيبطئ تشغيل الكمبيوتر، ولا saving storage space، ولا بفضي مساحة في الكمبيوتر أو في الجهاز، يعني مساحة تخزين، ولا stopping the computer. طبعا أنا من خلال إن أنا زي ما احنا متعودين، أنا لقيت الكمبيوتر عندي ولا الموبايل ولا اللابتوب ما عنديش فيه برامج كتيرة قوي مش بستخدمها، أقوم ماسح برامج، أمسح علشان أفضي مساحة على إيه؟ على الجهاز. مساحة طبعا التخزين، نتكلم على مساحة التخزين. ونشوف مع بعض question number 48. To install a new peripheral device it's required to provide. طب نشوف السؤال بيقول لي إيه. لو أنا عايز أضيف جهاز جديد لازم يبقى عندي إيه؟ طبعا على طول هقول لازم يبقى عندي drivers. من خلال الدرايفرز دي انا بعمل ايه؟ انا بوصل الجهاز الجديد بالجهاز العادي اللي عندي، وبعمل ايه؟ وبعمل له انستول، تنزيل يعني. Number 49. Many programs come with a command ايه؟ قال لي البرامج، يعني اكتر البرامج بيجي معاها امر ايه؟ لازم يجي مع كل البرامج أو أكتر البرامج حاجة اسمها uninstall their installation. إيه ده؟ إيه الأمر الغريب ده؟ هقول لك دلوقتي. معناه إلغاء التثبيت الخاص بيها بالبروجرامز دي. لازم مع كل بروجرام يجي معايا الامر ده، يجي معاه الامر ده، لان انا لو مش عايز البرنامج ده خلاص مش عايزاه يبقى متثبت عندي على الجهاز، بعمل له uninstall يعني ايه؟ بلغي تثبيته من على الجهاز خالص. ونشوف number 50. Modern operating systems include a list of نقط for many accessory devices. قال لي أجهزة أو أنظمة التشغيل الحديثة فيها كده قائمة بالأجهزة. لمين؟ الليست دي موجودة لمين؟ طبعا موجودة للدرايفرز السائقين. ونشوف number 51. Sensors are used in many tasks including إيه؟ طب إيه السنسورز دي يا ميس؟ sensors يعني الحساسات أو المستشعرات. قال لي أنا بستخدم السنسورز دي في العديد من المهام، بما فيهم إيه؟ بما فيهم controlling temperatures، التحكم في درجات الحرارة، ولا operating lights in different ways، ولا تشغيل الأضواء بطرق مختلفة، ولا both A and B. طبعا هقوله الاتنين. نشوف number 52. From examples of renewable energy، من ضمن أمثلة طب إيه؟ الطاقة المتجددة، السولار انرجي ولا الكول ولا الناتورال جاز؟ طبعا هقول له السولار انرجي. السولار انرجي ده الطاقة الشمسية. نشوف number 53. You can use electronic payment applications through the application نقط، لسه قايلينها فوق. أنا ممكن أستخدم
المحافظ الإلكترونية عن طريق أو طرق الدفع الإلكترونية أو تطبيقات الدفع الإلكترونية من خلال أنه تطبيق عندي؟ طبعا انستا باي. وقلت لك أول ما أشوف كلمة بايمنت يبقى على طول هختار مين؟ الانستا باي. البايمنت ده تطبيقات الدفع الإلكتروني. Number 54. To design a custom graphical interface to interact with data stored in the database we use. طب حلو قوي. قال لي أنا عايز أعمل أو أصمم واجهة رسومية مخصصة للتفاعل مع البيانات المخزنة موجودة فين؟ في قاعدة البيانات. هستخدم إيه؟ هستخدم على طول الفورمز. الفورمز دي النماذج. الفورمز دي بيبقى موجود عليها كذا ديزاين، ممكن من خلاله اختار ايه؟ اختار واجهة معينة. ونشوف نمبر 55. Removing unused programs help to. ان انا اشيل البرامج اللي مش مستخدمة عندي. ده بيساعدني على ايه؟ طبعا saving storage space. ان بيوفر لي ايه؟ بيوفر لي مساحة تخزين. والسؤال ده اتكرر كذا مرة، نخلي بالنا. يبقى زي ما اتفقنا انا عندي جهاز وفي برامج كتيرة مش مستخدمة، فاقوم عامل ايه؟ فاقوم شايل البرامج دي علشان افضي مساحة في الايه؟ في الجهاز بتاعي. حتى هتلاقوا ان احنا لما بنشيل مثلا برامج مش مستخدمة نلاقي الجهاز بيشتغل بشكل ايه؟ بيشتغل بشكل اسرع. ونشوف نمبر 56. Green technology and digital transformation tools work on. طب خلاص احنا اتفقنا في الحلقات السابقة او في الحصص اللي فاتت ان احنا عندنا حاجة اسمها green technology، التكنولوجيا الخضراء، وكمان معاها حاجة اسمها digital transformation، ادوات التحول الرقمي. الاتنين يعني مع بعض كده بيعملوا لي ايه؟ بيعملوا لي reducing damage to the surrounding environment. يعني ايه؟ قال لي من خلال الجرين تكنولوجي والديجيتال ترانسفورميشن بيحصل تقليل للضرر اللي ممكن يصيب البيئة. خلاص؟ طب ليه ما اخترتش اللي فاتوا؟ ايه ولا سي؟ قال لي هو الجرين تكنولوجي، التكنولوجيا الخضراء، والديجيتال ترانسفورميشن بيعملوا لي increased pollution of environmental sources، بيزودوا لي التلوث المصادر البيئية؟ اكيد لا. طيب بيعملوا لي increased cost of digital service، بيزودوا لي تكلفة الخدمات الرقمية؟ طبعا غلط برضو. ونشوف number 57. The most famous providers of cloud computing services are. حلو قوي. قال لي من أشهر اللي بيقدموا لي خدمات الحوسبة السحابية هم مين؟ على طول هختار جوجل كلاود بلاتفورم، ولسه قايلينها فوق. وقلت لك بص الإجابة في السؤال قال لي هنا إيه؟ قال لي كلاود كومبيوتنج. هنا في كلاود كومبيوتنج الوحيدة اللي فيها كلمة كلاود اللي هي نمبر إيه؟ سي. طيب يعني إيه جوجل كلاود بلاتفورم؟ منصة جوجل السحابية. ونشوف مع بعض 58. To quickly create the student grades table in your database select create then select ايه؟ نقط. قال لي لو انا عايز اعمل جدول بدرجات الطلاب بس يكون بسرعة ومحطوط في قاعدة البيانات الخاصة بيا. طيب انا هدوس اول حاجة هختار create. يعني ايه create؟ انشاء. طب وبعد ما ادوس create هختار ايه؟ هختار على طول ايه؟ design، تصميم. تعالوا نشوف بقية الأسئلة. وقبل ما ندخل على بقية الأسئلة ما تنسوش تعملوا لي شير ولايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وطبعا السبسكرايب.
نشوف نمبر 59. ايميل is not، لسه قايلينها فوق. اولا الايميل هو على حاجة موجودة على الكمبيوتر، موجودة على الموبايل، موجودة على اللابتوب، موجودة على التابلت، بس لازم يبقى عندي انترنت عشان ابعت ايميل لحد. فطبعا هقول له على طول digital communication system، يعني اتصال، نظام اتصال رقمي. طب ايه المانيوال ديلينج سيستم؟ يعني نظام اتصال يدوي. والفيرال سيستم، طبعا احنا اول ما نشوف كلمة على طول digital communication system يبقى انا على طول بختار الايه؟ بختار الايميل. ونشوف بعد كده عندنا question number 60. To obtain data from a database according to specific conditions we use نقط. طب واحدة واحدة. قال لي أنا عشان أحصل على بيانات من قاعدة البيانات بس ده بشروط محددة، هستخدم إيه؟ هستخدم حاجة اسمها queries. يعني إيه؟ الاستعلامات. من خلالها أنا بستعلم عن حاجة أو معلومة محددة، بستعلم عن معلومة محددة. ونشوف number 61. Google account consists of. طبعا يعني ايه جوجل account؟ حساب جوجل بيتكون من ايه؟ لازم، ده انا قايلاه في شرحي في العملي، لازم يبقى الاكونت بتاعي فيه اسمي وايه والباسورد. يبقى الجوجل account consists of بيتكون من يوزر نيم اسم المستخدم والباسورد وكلمة السر. ونشوف number 62. We determine the type of the greets fields statement from the type نقط to perform a calculation on them. طيب حلو قوي. قال لي علشان أحدد نوع، قال لي هنا إيه؟ الفيلدس. يعني ايه فيلدس؟ يعني حقول، الاماكن اللي هكتب فيها الدرجات. طب علشان احدد نوع حقول الدرجات دي من بيان النوع اللي بيتم من خلاله اجراء عمليه حسابيه. ده قال لي بص هنا ايه؟ طبعا كلنا عارفين الكالكوليتر صح؟ هنا قال لي calculation يعني على طول انا هستخدم ايه؟ هستخدم النمبر. في حد قبل كده مسك الكالكوليتر وعمل عليها حروف ولا كتب عليها حاجه غير نمبرز؟ يبقى خلي بالك زي ما قلت لك نربط الكلام ببعض، نربط الكلام ببعض. ونشوف نمبر 63. It's an electronic device through which the consumer can pay for the products he has purchased. يعني ايه؟ قال لي دي طريقة جهاز إلكتروني بيستطيع منه الكونسيومر، مين الكونسيومر؟ العميل، من خلاله إن هو يدفع تمن المنتجات اللي اشتراها. ولسه قايلينها قبل كده، مين؟ point of sale terminals. يعني إيه؟ في محطات بجد موجودة بتبدلك النقط، بتبقى عندك انت مثلا زي نقط كده، بتبدلك النقط دي بايه؟ بحاجه تانية. في حاجه اسمها محطات بيع النقاط، اسمها ايه؟ point of sale terminals. ونشوف number 64. use the نقط method when creating a query to have more control over the design details. قال لي ايه؟ قال لي الطريقة اللي بعملها علشان أعمل استعلام عشان أحصل على مزيد من الإيه؟ من التحكم. طيب وكمان ألاقي تفاصيل للتصميم بتاعي. طب ده قال لي إيه هنا؟ أول ما أشوف أول في كلمة كده هيخليني إن أنا أجاوب الإجابة الصح. شايفين الكلمة دي؟ اللي هي إيه؟ كيوراي، استعلام. يبقى هختار ايه؟ هختار
كيوراي ديزاين. شايفين الموضوع والله سهل وبسيط جدا، تصميم الاستعلام. ونشوف نمبر 65. in a spreadsheet. السبريد شيت ده يا ميس قال لي جدول البيانات. each نقط represents one record of data. يعني ايه؟ قال لي ايه اللي بيمثل لي كل واحد موجود في يعني البيانات. طيب هنختار ايه؟ هنختار على طول الرو. يعني ايه رو؟ الصف. الرو هو اللي بسجل فيه الايه؟ اللي بسجل فيه الداتا. يبقى اول ما اشوف كلمة داتا يبقى على طول بختار مين؟ بختار الرو، الصف. ونشوف question number 66. email is considered. برضو السؤال بيكرر تاني. الايميل بيعتبر ايه؟ على طول بقى خلاص احنا حفظنا. هقول له one of the indirect communication tools. يعني ايه؟ احد الاتصال او التواصل الغير مباشر. مين اللي قلت عليه direct communication؟ الجوجل ميت. ونشوف بعد كده number 67. You should use نقط program if you have a large amount of complex data. أنا ممكن أستخدم إيه أو يجب إن أنا أستخدم أنه برنامج لو أنا عندي كمية كبيرة من المسائل المعقدة أو البيانات المعقدة. طيب طبعا هستخدم على طول وأنا مغمض. هستخدم مين؟ هستخدم الأكسس. هستخدم الأكسس، برنامج اسمه أكسس، من خلاله أنا بعمل الكومبلكس داتا. يعني إيه كومبلكس داتا؟ البيانات المعقدة. يبقى أول ما أشوف كلمة كومبلكس معقدة يبقى على طول هختار برنامج الأكسس. ونشوف آخر سؤال معانا النهاردة. In the database table we must determine for each نقط the type of statement it contains. طب واحدة واحدة نشوف السؤال بيقول لي ايه. انا عندي جدول فيه قاعدة بيانات، خلاص لازم او يجب عليا ان انا احدد نوع كل بيان بيحتوي عليه. خلي بالنا انا قلت لك فوق لما قال لي داتا انا اخترت ايه؟ اخترت رو. طب هنا هختار ايه؟ هنا هختار الكولومن. طب ايه الكولومن ده يا ميس؟ احنا قلنا الرو الصف، كلمة كولوم اللي هو الايه؟ العمود. طب العمود ده هو اللي هكتب فيه ايه؟ الستيتمنت ان contains. يعني ايه statement in contains؟ نوع كل بيان بيحتوي على ايه؟ بيحتوي عليه الداتابيس تيبل. يبقى اول ما اشوف كلمة statement يبقى انا بختار الكولومن. طب لما اشوف كلمة داتا بختار الرو. وبكده نكون خلصنا أسئلة التشويس كلها بتاعت مذكرة المتميز لمادة الاي سي تي لبريب 1. إن شاء الله الحصة الجاية هنحل مع بعض أسئلة true or false. يا رب أكون قدرت أوصل لكم أكبر كمية من المعلومات. وما تنسوش تدعولي دعوة حلوة والسبسكرايب واللايك والشير، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.